آه، زين يا شيخ لو سمحت زوجي يسمعك، قل له بكفي من التلفون ويحس فينا شوي، بعد نحن نبغاه، بس بكفي تلفون. بارك الله فيك، ارحم. لا لا، زين انك طرشت الرسالة، بارك الله فيك. زين، عندنا هذه وسائل التواصل الاجتماعي يعني قربتنا فكرا وابعدتنا قلبا. يا ريت فكرا، حتى لو اقتربنا فكرا نقترب قلبا، لكن قربتنا بأخبارنا فقط وبمنهج أفكارنا. قربتنا بأخبارنا ومنهج أفكارنا، ولكن أبعدت القلوب. أبعدت القلوب. المصيبة تجد الرجل يأتي، يعني أنت في الدوام من الساعة 7 حتى 2، وتأتي يأكل طعام الغداء، ثم يأتي لينام، ثم يستيقظ لصلاة طبعا هو ينام بعد العصر، يستيقظ لصلاة المغرب، ثم يجلس على التلفاز، ثم يمسك الجوال، تويتر، واتساب، مسجات، والزوجة مسكينة عبارة عن ديكور أمامه فقط. ثم يقول للزوجة أنت مشاعرك ميتة، أنت موتت أبو المشاعر التي فيها بسببك. علم المرأة قلبها ينبض، لكن إن أسقيته، واضح، وخصوصا كالزوج. والمرأة من صفات المرأة أنها تحب أن تسمع كل كلام معسول، فكيف لو كان من زوجها؟ لهذا أنت لما تهجرها تجعلها ديكور أمامك، ثم تأتي لوسائل الذين هم بالخارج لو مت ما يسألون عنك، وهذه أقرب الناس إليك. ولو مرضت لن تقوم مسكينة، هذه المسكينة تقوم بك، ولو أردت شيء هذه المسكينة تخدمك. ثم بعد ذلك أنت تتواصل مع العالم الخارجي الذي ربما تكتب شيئا يطعنون بنيتك، ثم تتواصل معهم وتترك هذه. فهذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني أحيانا يعني يا أخي المصيبة يأتي رجل يقول يا شيخ زوجتي ما تشعر فيه، زوجتي قلبها، أشعر أن زوجتي لا تحبني، أنت ما أسقيتها. من عجائب المرأة أنك تسقيها الحب سنوات حتى تأخذ ثماره. هذه عجائب المرأة. الرجل بالعكس، المرأة تسقي قلبها سنوات حتى تجني ثماره. لهذا قلب المرأة كالبذرة، قال تعالى وأنبتها نباتا حسنا. فالمرأة كالزرع، يجب أن تتعهد فيها وتسقيها وهي بنت على التربية الحسنة، وتسقيها وهي زوجة حتى تنال ثمارها وتحبها وتحبك. أما أن تأخذها كشجرة وتغرسها ثم لا تسقيها، ثم تقول لا أجني ثمارا، لن تجني ثمارا ولو عشت ليوم القيامة. قلب المرأة يحتاج أن تسقيه، واضح. لهذا اترك التلفون بارك الله فيك وانظر لزوجتك. أسأل الله الذي لا